نهاركم سعيد مع الحلقة الأخيرة من حلقات التوزيع الإداري للمناطق الكردية في سوريا، وهي دراسة قمت بها في نهاية العام 2012 وبداية العام 2013. كما ذكرت عنوانها التوزيع الإداري للمناطق الكردية في سوريا. اليوم سوف أتحدث عن كرد اللاذقية، دمشق، الباب وعزاز، بالإضافة إلى الخاتمة وذكر مصادر دراستي. الآن كرد اللاذقية يشكلون حوالي 40% من سكان الساحل السوري، وهم لا يتكلمون الكردية، إنما هم فقط من أصول كردية. من أهم مراكزهم سلسلة الجبال المسماة باسم جبل الأكراد، حيث أتوا إلى الساحل السوري مع صلاح الدين الأيوبي، والبعض منهم أيوبيون نسب تركهم صلاح الدين في جبال اللاذقية ليشكلوا فرق عسكرية خفيفة وسريعة الحركة تنهك العدو وتمنعه من الاستقرار في الساحل السوري، بينما تصل الجيوش من الداخل السوري. وقد نجحت خطة صلاح الدين في حماية الساحل السوري على مدار 850 عاما. كان جيش المسلمين كلما أراد الهجوم على بيت المقدس يتعرض للهجوم من الصليبيين القادمين من اللاذقية، مما اضطر صلاح الدين لتحرير اللاذقية، وكان أمامه خياران: الأول ترك حامية كبيرة بها لحمايتها، وهو خيار أثبت فشله لسببين: الأول سهولة الالتفاف عليها وضربها من جبلة أو البسيط، والثاني سيخسر المسلمون خدمات هذه الحامية، فالمعركة الأساسية كانت معركة بيت المقدس. لذلك لجأ للخيار الثاني، وهو التغيير الديمغرافي بزرع أهله بجبالها بعد تحرير قلعة صهيون. وكان للكرد دور بارز بمختلف الأحداث التي مرت على الساحل، ولعل أهم أدوارهم هزيمتهم للفرنسيين بعد المجازر التي شهدتها بابنا عام 1918، وحصولهم على الحكم الذاتي طيلة فترة الحكم الفرنسي لسوريا، ونضالهم الشرس ضد آل الأسد في الثمانينيات. بعض قرى جبل الأكراد: سلمى، دورين، المريج، كنسبة، المارونيات، عكو، شلف، كباتي. أيضا سيترب، هنالك قرية اسمها سيترب. سأقول على عجالة قصة أحد أقاربي قال: كنا في زيارة أنا وأصدقائي إلى اللاذقية، وذهبنا إلى قرية سيترب، فطلبنا أن نرى ونجلس مع مختار القرية. عندما جلسنا معه سألناه عن القبور الثلاثة وهي للشيوخ، قلنا أنها للشيوخ، فسألنا مختار تلك القرية: كيف عرفتم ذلك وأنتم لستم من المنطقة؟ فقال: قلنا له بأن الاسم كردي سيترب بمعنى القبور الثلاثة، سي بالكردية ثلاثة، ترب قبر. فقال لهم المختار: نعم نحن كرد الكبار بالعمر نتحدث الكردية، لا زلنا نتحدث الكردية، أما الجيل الذي بعدنا أضاع لغته للأسف. هذا على عجالة ذكرت لكم. الآن الكرد في حلب: يتواجد الكرد في مدينة حلب في أحياء الأشرفية، شيخ مقصود شرقي وغربي، ويشكل الكرد حوالي 90% من عدد سكان هذه الأحياء. كما يوجد الكرد في السريان وحيدرية وبستان الباشا بنسبة تقدر ب10%، وبذلك يبلغ عدد الكرد القاطنين في مركز مدينة حلب حوالي 500,000 نسمة. الآن الكرد في دمشق: يتواجد الكرد في دمشق في أحياء ركن الدين وزور آفا أي دمر والصالحية وقابون وجرمانة، ويبلغ عددهم حوالي 800 ألف نسمة. طبعا كل هذه الأمور والإحصاءات هي حتى بداية العام 2013. أما كرد الباب وإعزاز: إن هناك عشرات القرى الكبيرة التي تتوزع في مناطق الباب وعزاز والسفيرة في حلب، والمفارقة فإنه حتى مسألة التوزع العشائري يقتبسها الكرد،
من استقصاء ميداني قام به كاتب غير كردي يدعى أحمد وصفي زكريا في أربعينيات القرن الماضي. أما كرد منطقة الباب أسماء قراهم شدود، البرج، البريج، تلجرجي، تل رحال، الحدث، صو صنباط، شيخ جراح، شيخ علوان، قباسين، قبة الشيخ، نعمان، أولا شلية، جب البرازية، برشايا، ترحين، جب نعسان، النيربية، الشيخ كيف، الثعلبية، جب سلطان، نعسان الحولي، الكعبية، الحليمية، مزرعة البليج، زويان، تليل العنب، وقاح، الدوير، كندرية، زمكة، مصيبين، شاوى، خربشة، بشجرن، ضغلي بتشوك، ضغلي مزن، عرب ويران، قانلي قويو، جب الدم، كاوكلي، ساب ويران، قور ويران مزن، قور ويران بتشوك، طويران، بيت شك، دغلاباش، طرهيوك بتشوك، طرهيوك مزن، سينكلي، زلف، بالويران، خربة الشيخ جراح، هضبات، الراعي، الأثرية، الأيوبية، تلعطية، تلعيشة جبين، شبيران. بذلك يكون على الأقل 50% من ريف الباب قرى كردية. أما قرى عزاس الكردية: قعر كلبين، الغوز، تلاتينية، تلتانة، دوير الهوى، عبلة، كسار، تل المضيق، مزرعة حجعلو، دوديان، شويرين، شيخ عيسى، نيربية، طعانة، البليخة، قول سروج، مزرعة شاهين، تل التشيشان، حليصة، كفر صغير، محوش، حربل، حساتشك، الحصية، أحرس، العزيزية، خلفتلي، تشكا، صندرة، قرقوس، قنطرة، قركوبري، برنقين، إكدا، وكفر غان، وكفر الورد. إذن حوالي 35% من ريف إعزاز قرى كردية. عدد الكرد في كل من إعزاز والباب يبلغ حوالي 150 ألف نسمة. الآن سوف آتي إلى الخاتمة التي كتبتها. هذه الخاتمة أنا كتبتها، أما ما عدا ذلك اعتمادا على مصادر سوف أذكرها الآن. أقول: الكرد لم يعانوا من سياسة فرق وتسد من الناحية السياسية والاجتماعية فقط، وإنما عانوا أيضا من أنظمة فرقتهم إداريا بغية تشتت لمهم وتحسبا لصعوبة وحدتهم أيضا. وما التقسيم الإداري للمناطق الكردية في سوريا إلا خير مثال على ذلك. فالتواصل بين المناطق الكردية التابعة لمحافظة حسكة ومحافظة حلب نادرة إلا في حالات التقاء طلاب الجامعات وبعض التعاملات التجارية بين أبناء هذه المناطق والخدمة الإلزامية والاجتماعات الحزبية بالنسبة لرفاق الأحزاب الكردية. أما لو كانت هذه المناطق وحدة إدارية لكان الوضع مختلفا والتواصل سهلا. ومع كل هذا التقسيم لم يستطع النظام الحاكم في دمشق التفرقة بين أبناء عفرين آذاروي وأبناء قامشلو وكوباني، وبذلك يثبت الشعب الكردي الذي عانى من كل أساليب الأنظمة الحاكمة على أنه شعب جبار يحافظ على نفسه كشعب يعيش على أرضه التاريخية. فهذا التقسيم الذي يفصل بين منطقة الجزيرة من جهة ومنطقة عفرين وكوباني من جهة أخرى هدفه التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وبما أن سوريا دولة متعددة القوميات فإن الحل الأنسب لها في رأيي الشخصي هو النظام الاتحادي الفيدرالي الذي يحافظ على الشعوب السورية وتاريخها وتراثها ضمن الوطن السوري، بحيث تكون سوريا لكل السوريين.
وليس للون الواحد، فالحدائق لا تزدهر بنوع واحد من الورود. ولا يسعني هنا إلا أن أشكر كل من ساعدني في بحث هذا، ممن ذكرتهم وممن لم أذكرهم لظروف خاصة بهم. الآن سأذكر مصادر هذه الدراسة. 1. أورهان محمد علي من كتاب عبد الحميد الثاني. 2. أنيس مديوانية القامشلي. 3. جورنوفيلهم الحوريون تاريخهم وحضارتهم. 4. دكتور جمال رشيد أحمد فوزي رشيد تاريخ الكرد القديم. 5. جوان سعدون بداية نشوء الحسكة وتوطين العرب البدو فيها من قبل العثمانيين. 6. خالد عيسى دراسات تاريخية الحزام العربي في ذكراه 30. 7. عبد الرقيب يوسف الدولة الدوستكية في كردستان الوسطى. 8. محمد أمين زكي تاريخ الدول والإمارات الكردية في العهد الإسلامي. 9. محمد جمال مراحل تاريخ إعمار الجزيرة السورية. 10. محمد عبدو علي جبل الكرد عفرين دراسة تاريخية اجتماعية توثيقية وجغرافية شاملة. 11. بحث عن كرد الباب وعزاز المهندس ياسر كوكو. 12. ويكيبيديا الموسوعة الحرة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا من هذه المعلومات طيلة هذه الحلقات. أشكركم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.